كنت أريد أن أصبح شخصاً عظيماً، لكنني لم أكن أعرف بعد ماذا يعني أن تكون عظيماً. أصعب شيء على الإنسان أن يعرف نفسه ثم يقرر ماذا يريد من حياته. كنت أظن أن المال سيمنحني الحرية، ثم بدأت أكتشف أن الإنسان قد يصبح عبداً لما يملكه. في أعماقي كان هناك شيء يرفض أن أعيش مثل الآخرين. كنت أريد أن أثبت للجميع أنني أستطيع أن أصنع مستقبلي بنفسي. كلما حاولت أن أخفي ضعفي، شعرت أنني أصبح أضعف. الإنسان قد يقضي سنوات وهو يهرب من الحقيقة، ثم يكتشف أنها كانت أمامه طوال الوقت. كنت أبحث عن القوة، لأنني كنت أخاف أن أكون ضعيفاً أمام الآخرين. ليس كل من يبتسم لك يريد لك الخير، وليس كل من يعارضك يكرهك. لقد كنت غاضباً من العالم، لكنني لم أكن أفهم أن جزءاً من غضبي كان موجهاً إلى نفسي. كنت أريد أن أعيش وحدي، ثم اكتشفت أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون الآخرين. أحياناً لا نكره الناس لأنهم أساءوا إلينا، بل لأنهم جعلونا نرى حقيقتنا. أردت أن أكون حراً، لكنني لم أفهم أن الحرية مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً. كان في داخلي حلم كبير، وكان هذا الحلم أكبر من قدرتي على فهم نفسي. ربما كانت مشكلتي أنني أردت أن أصبح رجلاً قبل أن أتعلم كيف أصبح إنساناً.